لو لسه فاكر إن الروتين شيء ممل تبقى غلطان. ناس كتير جدا للأسف فاكرين إن الروتين هو شيء ممل، ولكن الحقيقة إن اللي ما عندوش روتين في حياته ولو بشكل بسيط جدا في الأساسيات ممكن حالته النفسية تتدهور من غير ما يحس. الروتين الموجود في حياتك بيساعد على استقرارك النفسي والعقلي، لأنه بيوفر عليك كتير جدا من القلق. بس ده بيحصل إزاي؟ اللي بيحصل إن العقل بيحب التوقع لما بيكون عارف الدنيا هتمشي إزاي، لما بيكون في نظام، في مواعيد، ده بيحسسه بالسيطرة وبالأمان. لكن لو كل يوم بيعيش يوم مختلف بمواعيد مختلفة، مش عارف هيروح فين ولا يجي منين، ده بيعيشه في حالة من القلق. دي بنسميها القلق السلبي. القلق السلبي اللي هو مش عارف هينتهي إمتى، ولا آخره فين، ولا فين نتيجته. للأسف كلنا عارفين إن العقل بيخاف من المجهول، ومع ذلك ما بنحاولش ننظم له الدنيا علشان يبقى عارف هيعمل إيه فيكون في حالة من الاستقرار. فمجرد وجود روتين يومي بسيط ولو في الأساسيات بيطمن العقل من الجانب ده. دول دراستين مهمين جدا بيتكلموا عن وجود نمط ثابت يومي في حياتك بيخلي صحتك النفسية أحسن وبيساعد في النوم. وده الحقيقة اللي بيحصل مع كل الشعوب اللي بنقول عليهم إنهم بيشتغلوا زي الساعة، سواء كانت الصين، اليابان، سويسرا، ألمانيا وغيرهم كتير جدا. لكن اللي بيحدد ده واللي مساعدهم في ده هو إن عندهم مواعيد، في نظام. النظام أنت اللي بتخلقه، ولازم يكون عندك نظام ثابت ليك أنت في الأساسيات. طب إيه هي الأساسيات؟ الأساسيات بشكل بسيط جدا لو الأكل والنوم. الأكل والنوم دول لو ظبطتهم، أكل في مواعيد مستقرة، نوم في مواعيد متظبطة، صحتك النفسية مش هتتلخبط، هرموناتك مش هتتلخبط، وخاصة هرمونات المزاج. فتحس إن أنت طاقتك كويسة، عاوز تتكلم مع الناس، تبقى منفتح مع الناس، قادر تتقبل الخطأ، قادر تتقبل النقص، قادر تتعامل مع اللي حواليك بشكل كويس ولو بنفسية مستقرة. لكن لو ما حاولتش خالص إنك تسيطر على الحاجات البسيطة اللي أنت قادر تتحكم فيها زي الأكل والنوم، للأسف هيكون عندك إحساس طول الوقت بإنك مش على بعضك ومش عارف تعمل إيه. مثال بسيط على ده هو إنك لو عارف إنك هتقابل واحد مثلا الساعة 10، فبيكون عندك وقت كفاية طول اليوم إنك تعمل اللي أنت عاوزه، ترتاح براحتك، تحضر للاجتماع ده، تعمل كل ده. لكن لو مش عارف وبيقولك هكلمك قبلها بربع ساعة ب10 دقايق، بتكون قاعد مش على بعضك ومش عارف تعمل إيه أصلا. مثال أبسط هو المشجع اللي عارف إن فريقه بيفوز على خصمه طول الوقت، فاللي بيحصل إن هو بيكون رايح يتفرج على الماتش وهو عارف ولو بنسبة 50% إن فريقه ممكن يكسب، فهو مستقر نفسيا، ما عندوش قلق ولو بنسبة 50%. على الطرف التاني، الفريق اللي دايما بيخسر بيكون قلقان تقريبا طول الوقت من المواجهة وقلقان طول الوقت والماتش شغال. طب هما الاتنين، اللي قلق قلق ليه واللي ما قلقش ليه؟ لأنهم حكموا من الخبرة، من الروتين، من التعود. وعلشان كده واحدة من أكبر مسببات القلق هي خلف الوعد. إن واحد يقول للتاني هقابلك الساعة 5 والساعة تبقى 7 وشوية يقول له أنا نزلت وفي زحمة ومش عارف إيه وتعذر وتبرير وكل الكلام ده. خلف الوعد أصلا من آيات المنافق، والموضوع ده ممكن يظهر بسيط لكنه الحقيقة موضوع مهم جدا ومعقد، لأن في شعوب كاملة وأمم كاملة بتنجو بس بإنها بتظبط مواعيدها وبتحترم الوقت. فلو أنت كمان قدرت تعمل ده على المستوى الشخصي، ده بيحسن من طاقتك وحالتك النفسية والعقلية، وبتقدر بإذن الله توصل للي أنت عاوزه، حتى وإن كان كل اللي حواليك مش قادر يقدر النقطة دي فيك. بس لما فعلا أنت بتلتزم بيها، أنت اللي بتختلف. الروتين البسيط والأشياء المخطط ليها مسبقا مش شيء ممل، ولكنها مسؤوليتك أنت في إدارة وقتك. في كل مرة بتحافظ على وقتك وبتنظمه بيديك شعور بالإنجاز، وده بيحافظ على طاقتك الإيجابية. وزي ما علماء النفس بيقولوا، فالروتين هو العلاج الصامت للاكتئاب. وعلشان ما تملش، حاول بعد كل فترة تزود حاجة بسيطة على الروتين اللي انت عملته بحيث يكون في تدرج للأحسن. ومن أهم الحاجات اللي بتساعدنا في تنظيم الوقت هي الصلاة، ولو تدبرنا فعلا في أوقاتها هنعرف قدر حب ربنا سبحانه وتعالى لينا في وضعها في مواضعها دي، لأنها فعلا كل ما تلتزم بيها وتقوم بيها في مواعيدها المحددة كل ما بتظبط لك وقتك التاني. واللي عارفين أهمية الموضوع ده قادرين يفهموا كويس الكلمتين دول. لكن الفرق الكبير هنا إن الصلاة مش روتين ولا عادة، ولكنها عبادة تمارس بمحبة. وأخيرا أقسم لك إن لو اهتماماتك في الحياة 7 أشياء أو أكتر، فأنت اللي بتهدر طاقتك ووقتك وأنت اللي مشتت نفسك. راجع أولوياتك وحدد أولويات لحياتك وأهداف علشان تعرف تنظم وقتك وتعرف توزعه طبقا للأشياء دي. ما تحاولش تعمل روتين مثالي، ولكن اعمل روتين بسيط يناسب حياتك وامشي على قدك علشان تعرف تحقق اللي نفسك فيه.
وخليك دايما فاكر في إن الحرية الحقيقية مش في غياب الروتين ولا النظام ولا إنك تتحكم في حياتك. الحرية المطلقة ممكن تقلب بعشوائية مطلقة، لكن الحرية اللي بجد هي إنك تبقى قادر تعمل روتين مناسب لحياتك يخدمك ويساعدك توصل للي نفسك فيه. اعمل روتين كويس متوازن يخليك مرتاح من جواك. الروتين مش عدوك، لكن برضو العشوائية مش حريتك. فكر كويس في الكلمتين دول. عدم التخطيط المبالغ فيه كويس لما يفتح لك آفاق للتجربة، لكنه مؤلم لما يخليك تايه جوا نفسك. سلام.